مرة، مع انها واقفة صح، انها واقفة في طريق موكب وزير سيمر وتراءى له انهم يشيلوا كل السيارات في هذا الوقت. عشنا يا اخواني. الذي يمرض ويريد الدواء يشعر انه يستجد، يقول له معلش يا بيه اعمل معروف، مع انه حقه الذي يجب ان تقف الدولة واقف شعر رأسها من اجل المريض او الضعيف حتى تقضى له حاجته. عمر بن الخطاب الذي يتكلمون عنه يوم وجد المرأة الجائعة واولادها الجعانين لم يطبخ لهم الطعام من شيء، يعني لم يحمل الدقيقة من بيت المال والسمنة من بيت المال ويعجل لهم ويطبخ لهم، لا، ده هو فعل هذا وهو يبكي ودموعه تبل لحيته لأنه يشعر أن هناك كرامة قد بيت عليها. أنا لما ألاقي أبي وجدي وأنا ثم أسلم ابني عصرا من الذل والقهر مرة أخرى لأنهم يخدعوننا بكلمة هنا أو هناك، سيكون حراما علينا أيها الإخوة. ولذلك أرجو أن تعلموا أن رقاب الثوار، حتى رقاب الذين شاركوا في أحداث 25 يناير إسلاميين وغير إسلاميين، حتى الائتلافات والشباب، أمانة في أعناقنا، لأن هؤلاء سيكونون أول كبش فداء وأول ذبيحة تقدم إذا ما استقرت النظم لمن يتبعون الغرب والشرق، سينكلون بمن كان سببا في خلع النظام القادم السابق. لذلك نحن اليوم لا نقولها كلمة مطلقة، نحن في لحظة بالفعل فاصلة، ونحن في لحظة بالفعل فارقة. وتعجبون أيها الإخوة، والله تعجبون أنهم يريدون أن يخيفوا كل واحد منا، يعملوا جواه وهم ضعف نفسي. انت ضعيف، انت فقير، انت ما عندكش فلوس، انت ما تعرفش تطلع من ازمتك، امريكا هتحاصرنا، اسرائيل هتهددنا، خلي بالك المخزون ما يكفيش، خلي بالك المخاطر مطلقة. مع انه حتى مشاكل الفقراء يا اخواني لا تحتاج الى كثير من المال كما تتصورون، لكن هو عندنا ضعف جوه نفسي. انا ما اقدرش، امريكا تقدر لكن انا ما اقدرش، فرنسا تقدر لكن انا ما اقدرش، انا بمساعدة انجلترا اقدر لكن لوحدي ما اقدرش. مع اني كما قلت لكم لو كانوا يريدون حل مشكلة الضعفاء احنا مش محتاجين فلوس كتير زي ما انتم متصورين، احنا محتاجين فعلا رغبة، فقط رغبة في حل مشاكل الفقراء. وقد ضربت آلاف الأمثلة عبر اللقاءات المتعددة، أو قل عشرات الأمثلة عبر اللقاءات المتعددة. ضربت مثلا واضحا بأنه هو الراجل اللي بيطلع من هنا من هذه البلدة الطيبة يركب مواصلات ويروح القاهرة علشان يقدم طرف في القاهرة ويقولوا له الأسبوع الجاي ويرجع ويروح تاني ويروح تاني. لو أن هناك فقط يحتاج بالرأفة على المرأة أو على المسن أو على الإنسان اللي بيضطر ياخد أجازات من شغله، لو فتحوا مكتب من غرفة واحدة في مجلس المدينة أو مجلس الحي أو مجلس القرية لتلقي الطلبات الحكومية وإدخالها على الكمبيوترات وعلى الحاسب الآلي، ويتصرفوا هم عندهم موظفين كتير مش لاقيين شغل، بحيث أن يقدم الطلب هنا وتأتي نتيجته إلى هنا. بالله مش ده يفضي مواصلات ويفضي بشر ويوفر على الناس نفقات هم محتاجينها في إدارة حياتهم، وعندهم هذه التقنية عن طريق الانترنت. احنا النهاردة في الحملات الانتخابية للمرشحين بيعملوا كده وهم ناس عاديين، يخلي اللجنة بتاعت شبين القناطر بتدخل له هنا بيان يوصل في القاهرة ويبعت لها تعليمات، فما بالك بالحكومة. انما انا رحت هنا
وإذا بها أفاجأ بإن مكتب الصحة اللي موجود في الغردقة، مكتب الصحة لمواليد الغردقة، يسافر لمنى عشان يطلع شهادة ميلاد ولا يصحح بيان ويرجع. ليس هناك رغبة في إنقاذ الفقراء مما هم فيه. ولذلك حتى فيما يتصل، أنا بقول لكم الكلام ده لتعلموا أنهم عندما يخوفوننا بأن أموالنا قليلة أو أن قدراتنا ضعيفة، بقول لكم لا، المسألة تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تدير الدولة ولكن برشد والصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة جعل الأنصار يزرعون، جعل المهاجرين يزرعون والأنصار يتعلمون. فالأنصار ارتفعوا علميا والمهاجرون ارتفعوا ماليا، وبنى الدولة من خلال بس طريقة مجودة في إدارة الدولة. احنا نعرف يا إخواني إن أسعار الدواء للمرضى وأسعار الأكل والشرب القوت الضروري الموجود في بلادنا، الأسعار دي لو ما تحسب ما بين مكان إنتاجها تلاقي كيلو الفاكهة هنا بنص جنيه، ولما يوصل للأسواق بجنيه. الفوارق في الأسعار لو بس عملوا هيئة خيرية من الجمعيات الخيرية ومعها الحكومة والقطاع الخاص لتوفير نفقات النقل وعلى القوت الضروري، أنا مش بقول في كل شيء، في القوت الضروري للناس، في الدواء، في زجاجة الدواء، لاستطاعوا أن يوصلوا الأشياء للناس بنصف تكلفتها تقريبا. ولكن ليس هناك رأفة في قلوب الحكام، وليست هناك رغبة في التيسير على الناس. لذلك اوعوا تصدقوا أبدا إن إحنا ضعاف أو ليس عندنا إمكانيات، بالعكس إمكانياتنا ضخمة وإمكانياتنا مهولة، بشرط إن الناس هم الذين يحكمون بلادهم. أنا هقول لكم حاجة علشان وأنا أتصفح الأوراق التي وصلتني بعض الناس، وهذا يمكن هو الذي أثر فيا. بعض الناس يخافون أمريكا أكثر من خشيتهم لله بكثير، وبعضهم يخاف من الغرب أكثر من خشيته لله بكثير. انتوا عارفين الحكم المتماشي مع أمريكا، اللي أمريكا مش هتحصله، اللي أمريكا مش هتضربه، اللي أمريكا مش هتتضايق منه. عارفين ماذا فعل في بلادنا؟ أنا هقول لكم يا إخواني لتعلموا، إحنا بلدنا مصر داير، واللي عندهم في البيت أطلس ولا خريطة مصر يروح يتفرج عليها كده ويقعد ويتوجع ويتألم. داير مصر، حدود البلد خالية تماما ومفروض عليها عدم البناء وعدم التنمية العمرانية حتى يسهل للجيوش الأجانب أن تدخلها إذا أرادوا. هشرح لكم النقطة دي بتفصيل لأنها خطيرة عشان تعرف أين الخطورة الحقيقية وأين الشيء الفظيع. ولما هشرح لك دلوقتي لازم تبقى واضح في حسبانك أن إسرائيل لا تزال تعلق خريطة إن بلدنا فيه جزء من إسرائيل. لسه بتقول إن أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، لسه تضع في حسبانها أن أقدامها لابد أن توجد هنا، تروح إلى سيناء تفاجأ بأنه سيناء اللي استلمناها بقالنا 30 سنة ممنوع فيها النمو السكاني، ممنوع يزودوا مساكن وسكان. واسمعوها مني لتعلموا هذا الخبر بوضوح، لا يوجد مواطن واحد في أرض سيناء بالكامل يمتلك بيته بعقد ملكية. مفيش واحد، ممنوع. لا يوجد شخص واحد على مستوى سيناء مع عقد ملكية لبيته مطلقا.
علشان تفضل أرض ليس لأحد الحقوق فيها 30 سنة. لم ينشأ نظام للتسجيل ولا للشهر العقاري ولا للملكيات ولا لإثبات وضع اليد ولا أي شيء أبدا، بحيث ان البيت اللي انت ساكن فيه مجرد ان علي باع لحسين وحسين باع لمصطفى ومصطفى باع لمحمد. طب علي الاولاني ده اكتسب منين ما نعرفش. يومها ليست هناك اي ملكيات، وممنوع البناء. عدد الذين استوطنوا سيناء من المصريين وزاد عدد، وانتوا عارفين اسرائيل قاعده تعمل مستوطنات وتزود سكان، لكن احنا بالنسبه لنا ما حدش سكن سيناء زيادة عن أهلها اللي بيتولدوا طبيعي فيها، لأنه ده ممنوع. عارفين ليه؟ لأن هذا شرط من شروط الاتفاقات بيننا وبين إسرائيل، أن تظل أرض سيناء خالية يسهل اقتحامها حتى لا يكون فيها وضع عمراني لا سكان، لأنه سهل ان انت تخش الارض خالية، انما صعب بقى واحد هيوصلك من فوق العمارة ولا يطلع لك من الحارة، ما تقدرش تحارب حرب عصابات. لذلك كانت دايما اسرائيل تأخذ مساحة سيناء وتقف عند بداية الكثافة السكانية، ما تقدرش تدخل لغاية عند قناة السويس، ما تقدرش تدخل، ولو دخلت تدخل الطريق الصحراوي ما تقدرش تكمل، لأن الكثافة السكانية هي ما تقدرش عليها. تخطيط سيناء وامسك الحدود الشرقية لمصر، البحر الأحمر ده، البحر الأحمر ده عامل زي أنبوبة طويلة واخدة من جنوب مصر لشمالها على الحد الشرقي. الأنبوبة دي يا إخواني عرضها عرض البحر الأحمر أقصى عرض بقى 22 ميل بحر. يعني المفروض ان البحر ده بحر داخلي، لأن المياه الإقليمية احنا لنا فيها 12 والسعودية قدامنا دول 12 ميل، يبقى لو 12 و12 24 ميل تبقى مياه إقليمية وبحر داخلي، مفيش فيه ولا نقطة مية دولية. إنما مع ذلك إسرائيل فرضت علينا فرضا إن البحر الأحمر مياه دولية، سفن تعدي فيها شايلة أسلحة كيميائية، أسلحة ذرية نووية بيولوجية شايلة، وما تقدرش تفتشها ولا لك كلمة عندها. مين الخطر على سفن إسرائيل إذا عدت في البحر الأحمر؟ الخطر الناس، الخطر ان ممكن اي حد يتسبب في انه هو يعوق السفن الاسرائيليه. فاذا باسرائيل لتعلموا يا شعب مصر، اذا بها تفرض علينا ان النمو السكاني والعمراني على طول الساحل الشرقي لمصر يعتبر صفر تقريبا، مفيش مباني، مفيش بشر، ما تزودوش بشر، بتظل هذه الأرض اللي هي على بحر وعلى مضايق وعلى يا أخي مكان الناس تعيش فيه، تفرض علينا ألا نزيد فيه السكان عشان يفضل شرق مصر بالكامل ملك للحركة الإسرائيلية، وإحنا اللي نعيش في مصر أجانب. تبسيط الناحية الشرقية خالص نصيب سيناء وتعالى كده للساحل الشمالي والبحر المتوسط، ستجد العار والفضيحة، ستجد ان هم انفقوا مليارات يا اخواني، وانتوا عارفين مليارات الدولارات جمدوا اموال المصريين على انهم يبنوا قرى سياحية، مارينا ومراقيا ومارابيلا ومش عارف فين وفين. القصر ده ب20 مليون وده ب10 وده ب15 وده ب30. طب كويس اهو يا شيخ، ما هو تعمير اهو، ما هو بيعمروا الحدود اهو الحمد لله. واذا بهم يشترطون لاول مره في تاريخ مصر انه عمران لكن ما فيهوش سكان، عمران ما فيهوش ناس ساكنه ولا موظفين ولا مصالح حكوميه ولا قضائيه وفكهانيه، عمران بحيث يجمد فيه اموال الشعب المصري بالمليارات، لكن يفضل 9 شهور في السنة
فاضي تماما من السكان، لان ده مصيف في رؤوس الصيف بس، و9 شهور فاضي تظل الحدود المصريه مفتوحه قدام عدونا. هم دول الذين يخافون اليوم من ان يمتلك الشعب